الشرقية للأقصر. عُثر بالمدينة على منازل بيصل ارتفاع بعض جدرانها ل3 أمتار، متقسمة لشوارع، وبتحافظ المدينة على حالتها وكأن سكانها تركوها أمس. توجد جدران شبه مكتملة، غرف مليئة بأدوات الحياة اليومية، بقيت الطبقات الأثرية على حالها من آلاف السنين. وده بيعد تاني اكتشاف أثري مهم بعد ما تم الاكتشاف لمقبرة توت عنخ آمون. بتقع منطقة الحفائر بين معبد رمسيس الثالث في مدينة هابو ومعبد أمنحتب الثالث في ممنون. بدأت أعمال التنقيب سبتمبر 2020. كان هدف البعثة المصرية البحث عن معبد توت عنخ آمون الجنائزي، وبعد 7 أشهر من التنقيب تم الكشف عن عدة مناطق أو أحياء بتلك المدينة. عثر على نقوش هيروغليفية، على أغطية خزفية لأواني النبيت، وبتخبرنا المراجع التاريخية إن المدينة كانت تتآلف من 3 قصور ملكية للملك أمنحتب الثالث، ده بالإضافة للمركز الإداري والصناعي للإمبراطورية. عثرت البعثة في الجزء الجنوبي على المخبز ومنطقة الطهي، أماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأواني التخزين الفخارية المصنوعة من الفخار، واللي كان بيخدم عدد كبير من العمال والموظفين. والمنطقة التانية اللي تم الكشف عنها جزئيا، يعني مستمرين في العمل فيها، بتمثل الحي الإداري والسكني. والمنطقة الثالثة عبارة عن ورش للأعمال، وتضم بأحد جهاتها منطقة إنتاج الطوب اللبن المستخدم لبناء المعابد والملحقات. وبيحتوي الطوب دون على أختام بتحمل خرطوش الملك أمنحتب الثالث نب ماعد رع. كده احنا اتكلمنا عن جزء كبير، إلا ان الكشف دون مستمر وهنكمل حديثنا عنه في أكتر من حلقة تالية. لازم دلوقتي ننقل على رع، اللي بيمثل الإله رع الشمس في قوتها، يعني اسمه ببساطة الشمس. وحد منذ عصر مبكر جدا مع آتوم الإله الخالق في أون، مركز عبادة رع الرئيسي من أقدم العصور. ولحد ما ظهرت المسيحية روت الأساطير أحيانا إن آتوم خلق رع، وإن كان في الغالب إن رع إنما قد بزغ من نون بإرادته وحده. وهناك اعتقاد إنه نشأ من المياه الأزلية المحاطة بأوراق زهرة اللوتس اللي طوقته أكثر من مرة عندما كان يعود إليها كل مساء، أو إنه قد نشأ في شكل طائر الفونكس أو العنقاء، طائر البينو. أضاء على القمة الهرمية للمسلة حجر البن واللي بتعكس أسطحه المذهبة أشعة الشمس في الصباح. وإن موقع المعبد إنما هو التل الأصلي نفسه،
بيت البنبن، إنما كان في وسطه. وقد قيل أحيانا إن راع، وإنما قد اتخذ له زوجة هي راعة عظيمة في السحر، وأحيانا حتحور وهي ابنته في أحايين أخرى، طبقا لنظرية الكهنوت الهليوبوليتاني. كان راع هو الإله المبدئي آتوم، جاء بنفسه من نفسه. وإن قيل كذلك إن راع نفسه قد أنجب بدورهما جب ونوت، ولا أنجب أوزوريس وإيزيس ست ونفتيس. وإن قيل كذلك إن راع نفسه إنما هو ابن جب ونوت في صورة بقرة. راع كان يولد كل صباح كعجل، يكبر يصبح ثورا في وسط النهار، وعندما يقوم بإخصاب أمه مثل مينيفس ثور أمه يموت في المساء ليولد في صباح اليوم التالي. بل إن القوم إنما اعتقدوا كذلك إنه خرج من بيضة شكلها بتاح من صلصال، أو إن جب خلقه في صورة أوزوريس. في صديق لينا بيقول: بينما تدور راكدا حول صندوق فارغ، ترجم الأعمدة بالحصى، تدفن رأسك في حجر فارغ، تسخر وتحتقر الآخرين وبتسميهم كفارا ومشركين، فماذا تسمي نفسك إذن؟ هذا وقد مثل راع أحيانا كأرس بسيط يولد على قارب، وإن صور غالبا على هيئة رجل، وده بسبب توحيده مع حورس. توج الرأس بقرص الشمس اللي طوقت بالحية اللي بتنثر النيران على أعداء راع. كان الإله في الهيئة ديا يعرف على إنه راع حور اختي، حاملا علامة عنخ الحياة وواس السلطان، كانت الأولى في يده اليمنى والأخرى في يده اليسرى. ومثل كذلك كطفل في زهرة اللوتس، زي طائر البينو اللي بيشرق عند الفجر من حجر بن، لكنه لم يصور على شكل تمثال إلا في حالته كآمون راع. هذا وقد ارتبط راع ارتباطا وثيقا بالملوك، كان هو إلههم الحامي، واعتقد الفرعون إنه هو حورس راع وإنه هيسمح له بعبادة راع، لكنه أصبح بعد ذلك إلها للدولة أكثر منه إلها للفرعون. أصبح الفرعون حورس ابن أوزوريس أكثر منه حورس ابن الشمس.